أهلا بيكم. موضوعنا النهاردة مهم جدا وبيمس حياة كل واحد فينا. إزاي نتحكم في مشاعرنا ونفهم ردود أفعالنا. المهارة دي معروفة باسم الذكاء العاطفي، وهي فعلا ممكن تغير طريقة تعامل أي حد مع نفسه ومع الناس اللي حواليه تماما. يلا بينا نتعمق أكتر في الموضوع ده. خلينا نتخيل الموقف ده. واحد قاعد في اجتماع وزميله في الشغل يفضل يقاطعه مرة ورا التانية. عند المرة التالتة يلاقي نفسه فجأة بيرد بنبرة حادة وصوت عالي لدرجة إن هو نفسه بيتفاجئ من رد فعله ده. الموقف ده أكيد مش غريب وبيحصل لناس كتير قوي. وهنا بقى بيجي السؤال المهم، هل ممكن المشاعر تخطف الواحد؟ يعني يتصرف تصرف معين وبعدها بثواني يقف ويسأل نفسه أنا إزاي عملت كده؟ الإحساس ده هو بالظبط محور شرحنا النهاردة. اللي حصل في الموقف اللي فات ده ليه اسم علمي، اسمه الاختطاف العاطفي. ودي مش مجرد كلمة بنقولها وخلاص، لأ، دي عملية حقيقية بتحصل جوه المخ وليها سبب واضح جدا. خلينا نشوف إيه هو. كل اختطاف عاطفي بيبدأ بحاجة اسمها محفز أو تريجر. المحفز ده ممكن يكون كلمة، موقف، أو حتى شخص معين بيولع فتيل رد فعل عاطفي قوي جدا وتلقائي زي الغضب أو القلق. ولكل واحد فينا المحفزات الخاصة بيه اللي ممكن تكون مختلفة عن غيره. اللي بيحصل في اللحظة دي إن نظام الإنذار اللي في المخ، وهو جزء صغير اسمه الأميجدلا، بيشتغل بسرعة رهيبة، أسرع بكتير من الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي والعقلاني. عشان كده الواحد ممكن يلاقي نفسه رد وانفعل الأول، وبعد كده بدأ يفكر في اللي حصل. طيب الحل إيه بقى؟ الحل كله بيتلخص في الذكاء العاطفي أو ال EQ. ببساطة شديدة، هو قدرة الشخص إنه يفهم مشاعره ويستخدمها ويديرها بطريقة إيجابية عشان يخفف التوتر ويتواصل مع الناس بشكل فعال ويتعاطف معاهم. يعني هي الأداة اللي بتخلي الواحد هو اللي يتحكم في رد فعله مش العكس. طيب ليه بنسمع كتير إن الذكاء العاطفي ممكن يكون أهم من الذكاء العقلي أو ال IQ؟ الأبحاث بتقول لنا إن النجاح في الحياة مش بس بيعتمد على الواحد ذكي قد إيه، لأ، ده بيعتمد على عامل تاني بشكل كبير جدا. الإحصائية دي بتوضح نقطة مهمة جدا. في 70% من الحالات الناس اللي ذكائهم العقلي متوسط بيتفوقوا على الناس اللي عندهم أعلى معدلات ذكاء. الموضوع ده كان لغز كبير للعلماء لحد ما فهموا دور الذكاء العاطفي في المعادلة. والمقارنة دي بتلخص الفكرة كلها. ال IQ ممكن يساعد الطالب إنه يدخل الكلية اللي نفسه فيها، لكن ال EQ هو اللي هيساعده يتعامل مع ضغط وتوتر امتحانات آخر السنة. يعني واحد بيفتح الباب والتاني هو اللي بيخليه يعرف يكمل وينجح جوه. وتأثير الذكاء العاطفي العالي بيمتد لكل جوانب حياة الشخص. بيحسن الأداء في الشغل والدراسة والصحة الجسمانية والقدرة على التعامل مع الضغط والصحة النفسية، وأكيد طبعاً العلاقات الشخصية والمهنية. عشان نبني مهارة الذكاء العاطفي مهم قوي نفهم هي بتتكون من إيه. الخبراء زي دانيال جولمان قسموها ل4 ركائز أساسية. يلا بينا نتعرف عليهم. الركائز ال4 هي الوعي بالذات وإدارة الذات، والوعي الاجتماعي وإدارة العلاقات. أول ركيزتين ليهم علاقة بالواحد ونفسه، أما الركيزتين الثانيين فبيركزوا على علاقة الواحد بالناس اللي حواليه. كلهم مع بعض بيبنوا مهارة الذكاء العاطفي خطوة بخطوة. أول اتنين، الوعي بالذات وإدارة الذات، دول بيركزوا على علاقة الشخص بنفسه. الوعي بالذات معناه إن الواحد يكون عارف هو حاسس بإيه وبيعرف يسمي مشاعره. وإدارة الذات هي القدرة بقى على التحكم في ردود الأفعال والتصرفات بناء على الفهم ده. أما الركيزتين التانيين، الوعي الاجتماعي وإدارة العلاقات، فدول بيركزوا على علاقتنا بالآخرين. الوعي الاجتماعي هو القدرة على فهم مشاعر واحتياجات الناس اللي حوالينا. وإدارة العلاقات هي استخدام الفهم ده عشان نبني علاقات قوية وصحية معاهم. تمام، بعد ما فهمنا الأساسيات خلينا ننتقل للجانب العملي. إزاي ممكن الواحد يسيطر على المحفزات العاطفية دي في لحظتها؟ أول خطوة هي إننا نعرف علامات الاختطاف العاطفي. جسدياً ممكن الواحد يحس بضربات قلبه بتزيد أو عضلاته بتتشد. عاطفياً بتيجي موجة مفاجئة من الغضب أو الخوف. سلوكياً ممكن يزعق أو ينعزل أو ياخد موقف دفاعي. وعقلياً الأفكار بتبدأ تجري في دماغه وبيبدأ الكلام السلبي مع النفس. أول ما الواحد يلاحظ العلامات دي، في زي صندوق قدرات سريع ممكن يستخدمه. أولاً يقف وياخد نفس عميق. تانياً يسمي الشعور اللي حاسس بيه، يعني يقول لنفسه أنا حاسس بالغضب. ثالثاً يشكك في الأفكار اللي في دماغه ويسأل هل تفسيره للموقف ده صح؟ رابعاً يوجه تركيزه لحاجة تانية تهديه. وخامساً بعد ما يهدى يختار رد الفعل المناسب. التعامل مع الموقف وهو بيحصل مهم،
بس الأهم هو بناء المهارات دي على المدى الطويل عشان نوصل لصلابة عاطفية أكبر في المستقبل. دي أداة تواصل قوية جدا ممكن نستخدمها. بدل ما الواحد يهاجم الشخص اللي قدامه، ممكن يستخدم الصيغة دي: لما بيحصل كذا أنا بحس بكذا عشان كذا، واللي محتاجه هو. الطريقة دي بتساعد الطرف التاني يفهم الموقف من غير ما ياخد موقف دفاعي. والنقطة الأهم هنا هي إن الذكاء العاطفي ده مهارة مكتسبة. المخ عنده قدرة اسمها المرونة العصبية، يعني بيقدر يبني مسارات عصبية جديدة. كل مرة الواحد بيتدرب فيها على رد فعل جديد وهادي، هو كأنه بيقوي المسارات دي، ومع الوقت الرد ده هو اللي بيبقى تلقائي. في النهاية، القوة الحقيقية مش في إننا نتجنب الغضب أو الحزن، لأ، القوة في القدرة على التحكم في رد الفعل بتاعنا. دي هي القوة الخارقة الحقيقية. والسؤال اللي بيفضل هو: يا ترى إيه أول خطوة ممكن أي حد يبدأ يمارسها عشان يكتسب القوة دي؟